السلام عليكم. حطيت فيديو شرحت فيه طريقه حساب كميه البيطون ديال السواري، ووصلتني بزاف ديال التعاليق والاسئله، وبالمناسبه كنشكركم على التفاعل ديالكم اللي كيحفزني على الاستمراريه. ومن بين هاد التعاليق كان هاد التعليق اللي شد الانتباه ديالي، هادوك ساهلين والسواري روند كيفاش غتحسبهم السي المعلم. والصراحه كنعتبر هاد النوع ديال التعاليق من احسن التعاليق، لانه كيطرح سؤال كيخلينا نزيدو نوسعو الدائره ديال المعرفه. واخا يقدر البعض يشوف هاد السؤال على انه تحدي، انا كنشوفو من زاويه اخرى على انه فرصه باش نزيدو معلومات جديده ونفيدو اكبر عدد ممكن ديال الناس. وهذا تعليق اخر في نفس السياق، ياك ما نسيتي السواري روند. السبب علاش ما حسبتش السواري روند ماشي حيت نسيتهم ولا ما عندهمش اهميه، ولكن ببساطه لانهم اقل استعمالا مقارنه مع السواري المربعه. يعني ما كنلقاوهمش في جميع الخدامي، غالبا كيكونوا في بعض الفيلات ولا في الجوامع. واخر حاجه غادي نشوفوا في هذه الاسئله هو السؤال هذا اللي جاني في الخاص، كيفاش نحسب البوطو روند. وخليكم معايا نشوفوا الطريقه. قلنا باش نحسبوا المتر كيب كنضربوا طول في العرض في الارتفاع. الطول في العرض كنحسبوا بهم المساحه ديال هذا المربع ولا المستطيل، وعاد كنضربوه في الارتفاع. وهذه هي الحاجه اللي صعيبه، هي كيفاش نحسبوا المساحه ديال الدائره باش نضربوها في الارتفاع. القاعده في مساحه الدائره هي اس كتساوي بي مضروبه في ار أس 2. اس هي المساحه، بي هي القيمه التقريبيه 3.14، ار هو الشعاع ولا نصف القطر. ناخذ مثال على ساريه فيها 40 في القطر وغادي نعمرو فيها 62. المساحه قلنا اس كتساوي 3.14 مضروبه، عندنا القطر فيه 40، النصف ديال القطر هو 20. حنا كنحسبو بالمتر، يعني 0.20 0.20 أس 2. اللي ما عارفش الأس هو العدد في نفسه، يعني 0.20 مضروبة في 0.20 كتساوي 3.14 مضروبة 0.20 في 0.20 كتعطينا 0.04 كتساوي 0.125. هذه هي المساحة ديال هاد السارية اللي القطر ديالها في 40 سنتيم. هاد العدد هذا غادي نضربوه في الارتفاع اللي هو 62. 0.125 نضربوها في 62 غادي تعطينا 0.3، يعني تقريبا الثلث ديال المترو. يعني هاد السارية اللي فيها 40 سنتيم في القطر وغادي نعمرو فيها 62 غادي تهزنا تقريبا الثلث ديال المترو. وهاد العدد غادي نضربوه في العدد ديال السواري اللي عندنا. هذه هي الطريقه باش كنحسبوا البيطون ديال السواري